البنات، كي دايرين؟ مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله كيف العاده. ولكن كما ديما قبل ما نبداو نتمنى تضغطوا على زر ابوني اللي موجود تحت الفيديو وتفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد وتنضموا لقناتي. اليوم غادي نقدم لكم وصفه سهله جدا وكتجي رطبه كيف القطن. غادي تجربوها ان شاء الله وغادي تعجبكم. نمروا مباشره للمقادير. اول حاجه عندنا هي كاس الا ربع ديال الزيت، كاس الا ربع ديال سكر خشن، كاس مملوء جيدا ديال الحليب، عندنا 250 غرام ديال الدقيق الابيض، عندنا بيضه وابيض بيضه غادي نسميهم في العجين، واصفر بيضه غادي نخليوه حتى الزين، وعندنا ملعقه كبيره خميره الخبز، وربع ملعقه ملح، وساشيه ديال الفاني، وساشي ديال خميره الحلوى 8 غرام في كل واحده. والان مباشره غادي ندوزو لطريقه التحضير. غادي ناخذ واحد الاناء اللي غادي نضيفو فيه بيضه وابيض بيضه عفوا، سكر خشن، الساشي فاني 8 غرام، اولا يمكن لكم ديروا اي حاجه بغيتو باش تنكهوا، ربما قشور الحامض اولا قشور البرتقال، وقبصه ديال الملح. كنخلطوا الخليط جيدا حتى كيتجانس لنا السكر مع البيض، كيبقاش يبانوا داك حبيبات ديال السكر. من بعد غادي نضيفوا الكاس الا ربع ديال الزيت عفوا، كنخلطوا مره اخرى جيدا. ثم نضيف خميره الخبز والحليب، كاس مملوء جيدا ديال الحليب، يكون دافئ من طبيعه الحال باش كيخمر لينا شي شويه الخميره، دافئ غير شويه ما يكونش سخون بزاف. نخلط الخليط جيدا. ناخذ داك 250 غرام ديال الدقيق الابيض، غالبا هذه هي الكميه اللي كتدخل في هذا الخليط. غنضيفوا معها خميره الحلوى. من بعد غادي نبداو نضيفوها للخليط بشويه بشويه حتى كندخلوا داك 250 غرام كامله في الخليط. هانتوما كما كتشوفوا القوام ديال الخليط ديال البريوش كيكون بحال الكيك، بحال القوام ديال الكيك. كما كتلاحظوا كيجي خفيف. كناخذوا واحد لاطه اللي غادي ندخلوها الفرن. انا كما بغات تكون دائريه اولا مستطيله، انا عندي هنايا لاطه مربعه. غادي نفرغ فيها داك الخليط، نحاولوا نهبطوا مزيان داك الخليط بشي ملعقه اولا سباتول باش ما نضيعوا في والو. نتوما كما كتشوفوا كنحاول نقاد الخليط باش يجيني مقاد في اللاطه. صافي الان غادي نشوف شي غطاء باش غادي نغطي هذا الخليط وغادي نخليه يخمر لمده 25 دقيقه. هنا من بعد ما خمر لينا الخليط كنحيدوا عليه الغطاء. كناخذوا داك اصفر بيضه اللي كانت تبقات لينا من العجين، وغادي نضيفوا معها قطرات فقط من الخل، اولا ممكن اضافه الحليب، قطرات من الحليب. كنخلطوا البيض اصفر البيض مع الخل جيدا، وغادي ندهنوا به السطح ديال البريوش ديالنا باش يعطينا داك اللون مذهب ويجي الشكل ديالو شويه لامع. كما كتلاحظوا معايا كندهنوا البريوش غير بشويه وباش ما تنزلناش الخميره، خصنا غير بشويه ندهنوه باش ما تنزلناش الخميره. كنبقى متابعه هكا حتى كنكمل
السطح ديال البريوش كامل. وغادي نزينوه باللي بغينا. انا هنايا عندي شويه ديال الجنجلان غادي نديرو. نتوما الا عندكم رقائق اللوز اولا رقائق الكاوكاو اولا اللي عندكم على حسابكم نتوما، يمكن لكم تزينوا. الزين كيبقى اختياري. في هذا الاثناء انا كنكون شاعله الفران على درجه متوسطه. غادي نكملوا التزيين ديال البريوش ديالنا وغادي ندخلوه للفرن، وباش غادي نتلاقاو ان شاء الله من بعد وغادي نشوفوا الشكل النهائي للبريوش ديالنا. وهذا هو الشكل النهائي للبريوش. كيجي خفيف ومحمر من الفوق وكيجي رطب بحال القطن. جربوه ان شاء الله وغادي يعجبكم وغاديش تندموا. وبالصحه والراحه. دائما شجعوني بلي لايك ديالكم. هادشي هذا كيخليني دائما نقدم لكم الجديد والافضل. وشكرا على متابعه الفيديو.